مساء الورد عليكم وجمعة مباركة على كل الناس. ان شاء الله يا رب من احسن لاحسن. امبارح يا جماعة، بعد طول غياب وبعد عرض مستمر من 11 مارس لغاية امبارح، طلع قرار لجنة الأندية. القرار اللي هو المفترض يعني بقاله شهرين مش عارف بيخبزوه ولا بيعملوا فيه ايه، الله اعلم يعني. امبارح القرار بالثلاث نقاط اللي مش هتخصموا من نهاية الموسم، انا اشوف ان القرار ده صب في مصلحة كل الناس، سواء رابطة ولا اهلي ولا بيراميدز، الا الزمالك. الخاسر الوحيد امبارح من الحوار ده الزمالك. بالورقة والقلم كده، الرابطة طلعت المشكلة هي السبب فيها. الرابطة هي سبب المشكلة دي كلها، اللي الأهلي والزمالك وبيراميدز قاعدين يصوصوا بسببها. الرابطة، ورغم كده طلعت يعني متعافية. الأهلي هقول لك اللي يشوف الموت يرضى بالحمى زي ما بيقولوا يعني. فالأهلي خد من 6 نقاط يبقى 3 نقاط، فالأهلي يعتبر أهو. بيراميدز طبعا هو الوحيد اللي حط رجل على رجل، والأمور كانت متظبطة له، خصوصا بخسارة الزمالك في الماتش بتاعه يعني. الوحيد اللي حسبته ما كانتش مظبوطه هو الزمالك. ليه؟ لان الزمالك متخيل ان اي قرار في مصلحتي لازم يكون ضد الاهلي، وده مش صح. في بعض الاحيان قد يكون مصلحتي مصلحتك واحد. في بعض الاحيان يا اهلي ويا زمالك مصلحتنا ان احنا نكون مع بعض في الحته دي. الزمالك لا، هو على عكس الاهلي على طول الخط حتى لو مش مصلحتي، ودي غلطه كبيره من الزمالك. عكس الاهلي في بعض الحاجات قد تكون مع الزمالك بس بيمشيها. دي مشكله الزمالك. ولو يا زمالك ويا جمهور الزمالك ويا اداره الزمالك، لو انتوا طالعين من اللقطه اللي حصلت بتاعت امبارح دي بنفس الفكر ان النادي نادي الدوله والاهلي هو نادي الدوله، لا، يبقى احنا كده بقى اكنك يا ابو زيد مغازيل. فرق كبير بين نادي الدوله ونادي الدوله بتعمل له حساب. الاهلي الدوله بتعمل له حساب. سيبك بقى من جماهيريته وان احنا مش عارف احنا كتير، بس مش ده السبب. السبب ان هو لما بياخد موقف بيبقى مدروس، ولو دخلنا في مشكله حط علينا صاحب حق، عكس الزمالك. فنادي الدوله حاجه ونادي الدوله بتعمل له حساب حاجه تانية. يبينوا الموقف بتاعك انت يا زمالك لما تقعد تقول لهم تحكيم 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 ولا ولا، وفي الاخر ساعه تقول له خلاص هلعب بالتحكيم المصري. ما هو انت كده غيرت في موازينك، انت كده غيرت في مبادئك. ده ليه شيء ان هو ضد الاهلي. الزمالك اسهل فريق يطول الاهلي، يعني هو بس عايز يمشي بس على القرار المظبوط. يعني بيراميدز اهو بقاله 6 سنين بيناحر ومش عارف يجيب الاهلي لانه ما عندوش بيز. الزمالك عنده بيز. الزمالك لو مشي شهرين بالظبط لمصلحه الزمالك وان احنا عندنا اخطاء عايزين نصلحها، هيناطح الاهلي. فككوا تماما من اي حد يقعد يقول لك اصل ومش اصل والزمالك. يا جماعه دلوقتي اعلاميين عايزين سبجكت، عايزين موضوع يهروا فيه. صدقني الزمالك محتاج فقط يركز ويعرف ان مصلحته في بعض الاحيان قد تكون مع الاهلي. جمعتكم مباركه، وان شاء الله نشوف الزمالك في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله.